ايه هو شحم الليثيوم؟ ازيكم يا عشاق الهندسة؟ عمركم فكرتوا في كمية المكانات اللي حوالينا؟ من أول العربية اللي بتودينا الشغل لحد المعدات العملاقة اللي بتبني مدننا، كلهم ليهم حاجة مشتركة، لازم يتزيتوا عشان يشتغلوا بسلاسة من غير احتكاك زيادة يسبب تآكل أو أعطال. بس وسط كل أنواع الزيوت والشحوم في نوع واحد بيميز نفسه بمرونته وكفاءته، وكتير بيعتبروه المفضل في استخدامات كتير ومختلفة. احنا بنتكلم عن شحم الليثيوم، بس ايه اللي بيخليه مميز كده؟ وليه بقى الاختيار المفضل للمهندسين والميكانيكية في كل العالم؟ طيب ايه هو بالظبط شحم الليثيوم ده؟ في الأساس شحم الليثيوم مش مجرد زيت، هو مادة شبه صلبة زي اسفنجة كده بتحتفظ بالزيت جواها. أنا كنت عملت فيديو هنا على القناة بتكلم فيه عن يعني إيه شحم، بس تخيل كده جل أو معجون. هي ليها قوام يخليها تفضل في المكان اللي بتحط فيه، على عكس الزيت السائل اللي ممكن يسيل بسهولة. الميزة دي أساسية عشان تزييت المكونات اللي منفعش تحتفظ بزيت سائل زي الرول ممبلي والمفاصل. السحر ورا تركيبة بيكون فيه صابون الليثيوم اللي بيشتغل كعامل تغليظ، وده اللي بيدي الشحم القوام المميز بتاعه وبيخليه يمسك الزيت الأساسي والإضافات في بنية مستقرة. بس ازاي وصلنا للشحم اللي متعدد الاستخدامات واللي بيتستخدم على نطاق واسع ده؟ تاريخ شحم الليثيوم مرتبط ارتباط وثيق بتطور الصناعة والهندسة. في بداية القرن العشرين ومع تقدم الماكينات واحتياجهم لمواد تزييت أقوى، الباحثين كانوا بيدوروا على حلول تقدر تتحمل ظروف التشغيل القاسي أكتر. الشحوم التقليدية في الوقت ده اللي كانت غالبا معمولة من الكالسيوم أو الصوديوم كان ليها حدود، خصوصا في مقاومة المية والثبات في درجات الحرارة المختلفة. من أربعينات بدأوا يجربوا صابون الليثيوم كمادة مكثفة أفضل، لأنه كان بيقدم مجموعة خصائص غيرت سوق مواد التزييت تماما. البحث عن مادة تزييت يقدر يحمل مكونات في أماكن فيها رطوبة وتغيرات في درجات الحرارة أدى لتطوير وانتشار شحم الليثيوم، واللي بسرعة بقى هو المعيار الصناعي. طيب إيه اللي بيخلي شحم الليثيوم مميز كده؟ وإيه هي خصائصه؟ واحدة من أهم مميزاته هي مقاومته للمية، على عكس أنواع الشحم التانية اللي ممكن المية تشيلها أو تخلطها بسهولة. شحم الليثيوم بيحافظ على تماسكه وقدرته على التزييت حتى في الأماكن الرطبة، بيشتغل كأنه معطف مطر حقيقي للقطع. كمان عندها ثبات حراري ممتاز، وده معناه إنها بتقدر تحافظ على خواصها في التزييت سواء في درجات الحرارة العالية أو المنخفضة. كمان ممكن تستخدمها عشان تعمل اللي وريته. في نقطة التنقيط بتاعتها اللي هي درجة الحرارة اللي فيها الشحم بيتحول من الحالة شبه الصلبة للحالة السائلة، عادة بتتراوح بين 150 و 200 درجة مئوية، وده بيوضح قوتها. خاصية تانية مهمة هي مقاومة الأكسدة، وده بيطول عمر الشحم وكمان عمر الأجزاء اللي بتدهن بيه، وبيمنع إنه يتحلل أو يفقد خواصه الوقائية مع الوقت. بس ازاي بيتعمل النوع ده من الشحم؟ تركيب شحم الليثيوم بسيط نسبيا، لكن دمج مكوناته هو اللي بيديله خاص مميزة. بشكل أساسي هو بيتكون من 3 مكونات رئيسية: الزيت الأساسي والمكثف والإضافات. الزيت الأساسي اللي غالبا بيكون زيت معدني عالي الجودة هو المكون اللي فعلا بيقوم بالتشحيم وبيقلل الاحتكاك بين الأسطح. لزوجته ممكن تختلف، وعادة بنلاقي زيوت أساسية بالزوجة من ISO 32 لحد ISO 100، وده حسب الاستخدام. المكثف زي ما قلنا قبل كده هو صابون الليثيوم، وده بيتكون من تفاعل حمض دهني مع هيدروكسيد الليثيوم. هو بيشتغل كأنه مصفوفة زي اسفنجة جزيئية بتحتفظ بالزيت الأساسي وبتثبته في مكانه. وفي الآخر عندنا الإضافات، ودي زي الفيتامينات أو قوة خارقة إضافية بتتضاف للشحم علشان تحسن أداؤه أكتر. ممكن يكون فيها مثبطات للصدى، مضادات أكسدة، وإضافات للضغط الشديد علشان تتحمل الأحمال الثقيلة، وعوامل مقاومة للاحتراق، وكل واحد فيهم ليه دور مهم في حماية وعمر الماكينات. بس لو هو كويس كده، فين نقدر نستخدمه في حياتنا اليومية وفي الصناعة؟
في قطاع السيارات بتستخدم كتير في رولمان، البلي بتاع العجل والمفاصل الكردانية وأجزاء التعليق والدركسيون، وده بيضمن إن عربيتك تمشي بسلاسة وأمان. في الصناعة وجودها أوضح بكتير، هتلاقيها في رولمان البلي بتاع الموتورات الكهربائية والطلمبات والمراوح والسيور الناقلة والماكينات الزراعية ومعدات البناء الثقيلة. هي الاختيار المثالي بتشحيم التروس المفتوحة والدبابيس والجلب في الأماكن اللي الالتصاق والثبات ضد المية فيهم مهمين جدا. ببساطة أي جزء محتاج شحم يفضل في مكانه ويستحمل الظروف الصعبة ويحمي من التآكل، غالبا هيستفيد من شحم الليثيوم. بس ليه شحم الليثيوم ده مشهور كده؟ وإيه أهم مميزاته؟ الإجابة بتكمن في مزيجه القوي بين الأداء العالي والسعر المناسب. مرونته من غير شك واحدة من أكبر مميزاته، لأنه ممكن تستخدم نوع واحد من الشحم في تطبيقات مختلفة، وده بيسهل التخزين والصيانة. الحماية الممتازة ضد التآكل والصدأ بتطول عمر المكونات، وده بيقلل الحاجة للاستبدال وبيقلل كمان تكاليف الصيانة. ثباته الميكانيكي معناه انه مش بيتكسر او يطرى بسهولة تحت الضغط، وده بيخليه يحافظ على قوامه وقدرته على التزييت لفترة اطول. كمان مقاومته للغسل بالمياه بتفرق كتير في الاماكن الرطبة او اللي فيها منامسة متكررة للمياه، وده بيضمن ان التزييت يفضل شغال وما يتأثرش. بس يا ترى هي مناسبة لكل حاجة؟ ولا في حدود او مواقف معينة مش بتكون فيها احسن اختيار؟ مع إنها متعددة الاستخدامات جدا، بس مهم نعترف que nenhuma solução é universal. شحم الليثيوم العادي من غير إضافات معينة ممكن ما يكونش الأنسب للتطبيقات اللي فيها ضغط عالي جدا أو درجات حرارة تشغيل دايما فوق 150 أو 200 درجة مئوية. في الحالات دي الشحوم اللي فيها إضافات أو شحوم الليثيوم المعقدة اللي بتقدم مقاومة حرارية أعلى هتكون أنسب. كمان في البيئات اللي فيها تلوث شديد بجزيئات كاشطة، شحم الليثيوم ممكن يحتاج تركيبات خاصة أو نظام إعادة تشحيم على فترات أقصر. مهم جدا دايما ترجع لمواصفات الشركة المصنعة للجهاز عشان تضمن اختيار مادة التشحيم الصح. وطب شحم الليثيوم بيتقارن ازاي بأنواع الشحم التانية اللي موجودة في السوق عشان نفهم مكانته، مفيد نقارنه ببعض البدائل. شحم الكالسيوم مثلا معروف انه مقاومته للمية ممتازة، بس عادة بيكون نقطة التقطع بتاعته اقل ومش ثابت قوي في درجات الحرارة العالية زي شحم الليثيوم. اما شحم الصوديوم فبيدي ثبات كويس في درجات الحرارة العالية، بس بيتأثر جدا بالمية وبيطلع بسهولة لو اتغسل. شحم الليثيوم المركب هو تطور عن شحم الليثيوم العادي ومتعمل مخصوص عشان يدي أداء أعلى في درجات الحرارة العالية وتحمل الأحمال التقيلة، وده بيخليه اختيار أقوى بس في نفس الوقت أغلى. شحم الليثيوم العادي يعتبر توازن ممتاز بين الأداء والتنوع والسعر، وده بيخليه الاختيار الأساسي لمعظم الاستخدامات العامة. شحم الليثيوم ده مثلا أنا بستخدمه في تزييت طبيعتي 3D وقطع الليزر ومراوح الكمبيوتر وفي حاجات تانية كتير، وبجد يستاهل يكون عندك علبة من ده في البيت حتى في مفصلات الأبواب، لأنها بتعيش مدة أطول بكتير من أنواع مواد التشحيم التانية. هسيب لكم شوية اختيارات لشحوم الليثيوم في اللينك اللي ظاهر في الفيديو. لو وصلت لحد هنا وعجبك الفيديو اشترك في القناة لو لسه مش مشترك، وحط لايك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو شايف ان المحتوى بتاعنا مفيد فكر تبقى عضو معانا وتساعدنا نكمل ونقدم محتوى أكتر على المنصة. ولو حابب تعرف أكتر عن الكورسات اللي بنرشحها امسح الكيو ار كود اللي على جنب أو ادخل على اللينك في وصف الفيديو عشان تقدر توصل لفرص كتير تطور بيها مهاراتك اللي هتفرق معاك في شغلك. وانت عمرك استخدمت شحم الليثيوم في أي تطبيق قبل كده؟ كانت تجربتك ايه؟ شاركنا قصصك وأسئلتك في التعليقات، وده لأن مشاركتك مهمة جدا علشان نقدر نكمل ونكشف أسرار الهندسة، وكمان علشان يكون في تواصل بيني وبينكم وكمان بينكم وبين بعض. هنا على الجنب في خيارين لفيديوهات مهمة لازم تتفرج عليهم علشان توسع معرفتك وتشبع فضولك. ولو حابب تدعمنا اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس وفكر تبقى عضو في القناة. وده كان كل حاجة عشاق الهندسة. تحياتي ليكم واشوفكم في الفيديو الجاي.